ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وصفتنا النهارده ان شاء الله كيكه الحليب او الكيكه التركيه او القشطوطه او الكيكه التريليتشا، هي يعني كده ليها كذا اسم. تعالوا كده نشوف هنعمل الطبقات الحلوه دي كده ازاي مع بعض. هي كيكه كده طعمها حلو وخفيفه كده خالص، وطعمها فعلا لذيذ جدا. تعالوا نشوف كده وصفتنا النهارده هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه انا النهارده مكتره في المقدار، انا هعمل مقدارين من الكيك، يعني هعمل صينيتين. فانت لو حابه تعملي صينيه واحده بس، اقسمي المقادير اللي انا هعملها ديت، تمام؟ يعني اعملي كده نصها بس. حطيت هنا كده عندي في العجان او في المضرب الكهربائي 8 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وحطيت عليهم كوبايتين من السكر. تمام. هبتدي كده اضرب فيهم كويس البيض مع السكر لغايه ما يبقى معايا البيض فومي كده خالص ولونه ابيض فاتح. هتشوفوا كده شكله معايا هيبقى عامل ازاي، ويكون كده شبه الكريمه. تمام. هنضربهم كده كويس، وطبعا حطيت عليهم فانيليا ومعلقه خل. ابتديت بقى كده اهوت اضربهم كده كويس حوالي 3 4 دقايق زي ما انتم شايفين بالشكل دوت في العجان على اعلى سرعه. في العجان يعني لغايه بقى معايا بقى يعني بالمنظر دوت. بقى لونه فاتح كده خالص، وبقى كمان فومي كده، وعيلي كمان البيض معايا خالص، بقى شبه الكريمه. تمام. هبتدي بقى كده كده اجيب عندي هنا دوت الدقيق دولت 5 كوبايات من الدقيق، انا نخليهم. اي كيكات انا بعملها بحب انخل فيها كده المواد الجافه او الدقيق، يعني علشان خاطر تطلع معايا كده هشه وطريه. حطيت كده 5 كوبايات من الدقيق ورشه ملح، وكمان عليهم كيسين من كيك شيف. تمام. هبتدي بقى كده انزل عليهم عندي كده على البيض والسكر اللي احنا ضربناه بالراحه كده خالص. وبعد اول ما ابتدي اشغل العجان هشغله بقى على اهدى سرعه في العجان، مش هعلي كده السرعه علشان ما اخرجش كده الهواء اللي احنا دخلناه في البيض كده الاول. هنزل كده كل الكميه بالدقيق كده بكيك شيف. كيك شيف حلو قوي، بيخلي كده الكيكات من جوه بتبقى فاتحه، ما بتغمقهاش، يعني مش بتغمق كده الكيكه زي البيكنج باودر كده العادي. خلاص كده نزلت الخمس كوبايات زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وزي ما قلتلك لو حابه تعملي الصينيه واحده اعملي نص المقدار دوت. تمام. هبتدي بقى كده اشغل العجان على اهدى سرعه خالص. هبتدي بس ان انا الف بس العجان كده بالراحه على اهدى سرعه، علشان ما اخرجش كده الهواء اللي احنا دخلناه يعني في البيض، علشان انا عايزاها كده تكون كيكه اسفنجيه، تكون كده كيكه طريه وهشه يعني. بالراحه كده زي ما انتوا شايفين خالص. هو طبعا باين لكم ان هو سريع، بس انا عشان انا مسرعه الفيديو يعني، بس انا مشغله على اهدى سرعه. ابتديت بقى كده كمان احط بقى عليهم كوبايه زيت وكوبايتين من اللبن. واول برضو ما احط الزيت واللبن برضو يعني اكون مهديه السرعه كده خالص، علشان برضو الكيكه تبقى محتفظه برضو بالهواء اللي فيها وتطلع معايا كده اسفنجيه. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت برضو يعني بهديه السرعه. تمام. ضربتين 3 بس المكونات كده تختلط مع بعضها، وابتدي خلاص كده اقفل بقى كده عليها، اوقف ضرب يعني. محضره بقى عندي كده الصواني اللي انا هعمل فيها. انا هعمل في صواني كبيره علشان انا عايزه طبقه رفيعه من الكيك، مش عايزه طبقه تكون كبيره علشان لسه هنحط فوقيها الكريمه والكراميل وكده، فعايزه تكون طبقه رفيعه خالص. تمام. فاستخدمت هنا الصينيه دي 30 في 40 المربعه، والصينيه المدوره دي برضو اكبر صينيه كده في الطقم اللي هو المدور دوت. تمام. انا عايزه طبقه رفيعه بس. الكيكه ديت او المقدار الكيك اللي احنا عاملينه ممكن تحطيه في صينيه مقاس 26 او 28، هتطلع معاكي كيكه عاديه، كيكه مرتفعه يعني. كيكه شاي يعني تشربيها مع الشاي او شاي بلبن، هتكون كيكه مرتفعه يعني. بس انا عاملاها على يعني على صواني كبيره، حطاهم في صواني كبيره عشان انا عايزه طبقه رفيعه بس من الكيك. تمام. حطيتهم بقى كده وزعتهم في الصينيتين، وابتديت كده بالعصايه الشيش طاووق اطلع كده منها برضو الهواء او الفقاقيع ديت. تمام. بلف كده عماله العب بقى فيها كده رايح جاي ويمين وشمال زي ما انتوا شايفين. احساس حلو قوي كده، عماله بالعصايه رايحه جايه. بس طبعا انا كنت مشغله بقى الفرن على درجه حراره 180. دخلتهم بقى الفرن، قعدوا معايا في الفرن حوالي كده نص ساعه او 35 دقيقه. وابتديت ان انا اخرجهم، بقوا معايا بالشكل ده، ما شغلتش الشوايه. هي خدت معايا كده معايا لون من تحت ومن فوق. طبعا انا كنت مبطنه كده الصواني بورقه زبده. هبتدي كده اقلب الكيك واشيل كده ورق الزبده معايا. شايفين كده لونها حلو ازاي والسمك بتاعها عامل ازاي. انا عايزه الطبقه تكون رفيعه كده، مش عايزاها تكون سميكه يعني، عشان لسه هنحشيها. زي ما انتم شايفين هقلب برضو التانية، اشيل برضو كده ورقه الزبده من تحت. تمام. وهرجعها برضو كده في الصينيه تاني. ده السمك كده اللي انا بقول لكم عليه. هسيبها بقى تبرد تماما علشان مش عايزاها تبقى سخنه. هسيبها تبرد كده خالص لغايه يعني ما تكون الكيكه بارده تماما. تمام.
قبل ما نبتدي ان احنا نعمل الخطوه دي علشان ما تعجنش كده معانا. انا جبت كده العصايه ديت وابتديت ان انا افرغها، اعمل كده فيها، اخرمها كده بالمنظر دوت علشان هسقيها كده باللبن. تمام. طبعا يعني قلت لكم لازم تكون بارده خالص علشان لو سقيناها باللبن وهي سخنه الكيكه كده هتعجن معانا وهتكون مش حلوه. فسيبتها تبرد كده خالص، حطيتها يعني على الرخامه وسيبتها تبرد. جبت بقى كده اللبن وحطيت عليهم كده معلقتين سكر بالشكل دوت، وابتدي ان انا كده اقلبهم. وما تخافوش من كميه اللبن، هي مش كتيره، هي كمان كانت عايزه اكتر من كده يعني. دولت حوالي 3 كوبايات او 4 كوبايات تقريبا من اللبن، حطيت عليهم كده معلقتين سكر. اللبن ده يعني اول ما نشرب بيه الكيكه هتشربها كده خالص، ومش هتحسوا ان هي معجنه او حاجه، يعني هيكون القوام بتاع الكيك كده مظبوط. تمام. فما تخافوش يعني من كميه اللبن اللي انتوا هتحطوها. يعني على الصينيه كمان، الصينيه الكبيره دي ممكن تاخد 3 كوبايات بس من اللبن، يعني لوحدها تاخد 3 كوبايات من اللبن. ابتديت بقى خلاص كده انا وزعت اللبن كده كله على الصينيتين، واسيبهم برضو كده عندي على جنب لغايه ما تتشرب بقى اللبن دوت. شوفوا بقى شكلها دلوقتي، هتلاقوا بعد اللبن نفشت كده وبقت حلوه. تعالوا بقى نعمل كده الكراميل مع بعض. جبت كده هنا السكر، دولت كوبايتين ونص من السكر. هبتدي كده اقلبهم، بس مش هبتدي ان انا احط معلقه غير لما يبتدي ان هو ياخد لون كده من تحت. تمام. اول ما يبتدي ياخد يعني اللون من تحت كده هبتدي ان انا اساعده بقى كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا افضل اقلب ايدي كده فيه على طول عشان ما تحرقش كده معايا. ويفضل ان نوع السكر تستخدميه في الكراميل يكون سكر يكون حبيبات بتاعته ناعمه. انا هنا كنت ناسيه يعني انا عندي سكر ناعم اللي انا كنت حاطاه في اللبن دوت. فيعني المقطع ده انا كنت مصوراه الاول بتاع الكراميل، فكنت ناسيه ان انا عندي السكر اللي هو الناعم دوت، واستخدمت السكر بتاع التموين ده، فكان خشن كده شويه، فغلبني بصراحه لغايه ما كرمل او فك كده على النار. فيعني خد معايا وقت وفضلت واقفه كتير لغايه ما ابتدى ان هو يعني كرمل كده معايا وصح بالشكل دوت. لكن لو حطيت سكر حبيباته ناعمه هيفك كده معاك على طول. ابتديت بقى كده نزلت عليهم بمعلقه ونص كده من الزبده زي ما انتم شايفين على الكراميل، بس طبعا كان فك ما كانش فيه اي تكتلات او اي سكر خالص يعني. نزلت كده بالزبده وابتديت كده اقلبهم كويس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. هبتدي بقى بعد ما الزبده كده تسيح خلاص في الكراميل، هبتدي بقى اجيب كده كوبايتين ونص من اللبن، يعني كوبايتين ونص السكر حطيت عليهم كوبايتين ونص من اللبن. تمام. هبتدي بقى اضيفهم عندي على الخليط بتاع الكراميل والزبده دوت بالراحه. بس اهم حاجه في المرحله دي تبقى بالراحه خالص، علشان يعني الحرقه منه بصراحه بتبقى صعبه جدا، فبالراحه كده وانت بتحطيها. ضفت بقى كده كميه اللبن كوبايتين ونص من اللبن، وابتدي بقى بالراحه كده جدا. هبتدي بقى هتلاقي ان هو السكر اتكتل كده ونشف معاكي بالشكل دوت. ما تقلقيش خالص هيفك، بس اهم حاجه النار تكون هاديه خالص ما تعليهاش. تمام. ويستحسن لما تيجي تعملي الكراميل تعمليه في حاجه فاتحه، يعني طاسه فاتحه او حله فاتحه، علشان تشوفي اللون بتاع الكراميل وصل لغايه ايه. علشان لو حطيتيه في حاجه غامقه مش هتشوفي الدرجه بتاعته بقت ايه، وممكن يغمقي كده معاكي، ولو غمق هيمرر الكراميل ده. يعني لو غمقي معاكي كده بزياده هتلاقيه مرر معاكي ومش هيكون حلو خالص. فيستحسن تعملي كده في حاجه فاتحه. تمام. خلاص كده الكراميل بقى معايا هيديله كده غلوتين 3 وخلاص هطفي بقى عليه لغايه ما يبرد. تعالوا بقى نعمل كريم شانتيه مع بعض. حطيت كده كوبايه من الكريم شانتيه وعليهم ربع كوبايه سكر، وكمان حطيت معلقتين كبار من الباستري كريم، وحطيت عليهم كوبايه ونص من ميه ساقعه متلجه. اهم حاجه ان يكون الميه ساقعه متلجه عشان الكريمه تبقى معايا متماسكه. تمام. هبتدي بقى اقلبهم كده كلهم مع بعض، والكريم الباستري اللي انا حطيته معلقتين دولت ادت غناوه قوي في الكريمه، في طعم الكريمه خليتها طعمها حلو قوي. هنا بقى خلاص خلصت الكريمه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، والكيكه بقى بقت معايا كده خلاص اتشربت اللبن اللي احنا كنا ساقيينه بيها. هنبتدي بقى نوزع كده الكريمه عليها كده من فوق زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. حابه تعملي الوصفه ديت في اللي هي القوالب البايركس برضو بتبقى حلوه، وهتبقى الطبقات بتاعتها كده باينه وهتشوفيها كده حلوه، يعني هتبقى باينه كده من الصينيه. بس بصراحه احلى حاجه لتسويه الكيك هي الصواني الالومنيوم، دي احلى حاجه تقدري ان انت تسوي فيها الكيك يعني. وزعت بقى كده الكريمه خلاص معايا، السكر بتاعها كان مظبوط علشان الباستري برضو بيبقى فيه كده كريمه، او بيبقى فيه قصدي سكر، فالسكر بتاعها كان مظبوط جدا، وكمان كان طعمها حلو قوي. الكريم الباستري دوت كان مدي طعم حلو كده للكريم شانتيه. وزعتهم بقى كده على الصواني بالشكل دوت.
هبتدي ان انا اسويهم كده كويس. احاول على قد ما اقدر ما اخليش كده حته نازله وحته طالعه، علشان لما اجي اصب الكراميل كده من فوق ما يبقاش حته نازله كده من فيها الكراميل وحته لا. تمام، هبتدي ان انا اسويها على قد ما اقدر تكون كده كلها سوا واحد. وبعدين بعد ما ابتدي ان انا اسويها كده، يعني الطبقه الكريمه دي اسويها كده كويس، هدخلها الفريزر تجمد بس شويه معايا قبل ما احط الكراميل. دي خطوه برده مهمه جدا، علشان لو صبينا كده الكراميل على الكريمه هتلاقيهم وهي الكريمه كده ما سقعتش، هتلاقيهم كده دخلوا في بعض وهتدي كده لون تاني خالص يعني. وهتلاقي الكريمه دخلت كده مع الكراميل، طبقتين كده دخلوا مع بعض. فلازم في المرحله دي تدخلي كده الصينيه معاكي في الفريزر، الكريمه تشد كده وتسقع معاكي كويس. ده بقى كده الكراميل بعد ما برد تماما تماما، يعني كان برد خالص، ما كانش فيه ما كانش دافي ولا حاجه، انا سبته بيبرد خالص. تمام، علشان لما اجي اصبه ما يسيحش كده عندي على الكريمه. والكريمه كانت ساقعه معايا جدا، كنت مطلعه برده الصينيه كده من الفريزر. ابتديت بقى هنا اوزع الكريمه، يعني حاولي على قد ما تقدري ما توزعيش كريمه كتير قوي كده، زي ما انا الكراميل قصدي كتير زي ما انا ما عملت. انا حطيت كراميل كتير، فحاولي ان انت تقلليه كده شويه، علشان يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي انا اقصد ايه. لما حطيته ابتدى ان هو في الجناب يبقى في حته اكبر من حته، فحاولوا ان انتوا تحطوا الكراميل يعني وزعوا يكون اقل من كده، ما تكتروش قوي زي ما انا ما عملت كده. تمام، بصوا انا اقصد ايه، ان الكراميل كده في الجناب كان كتير شويه عن النص كده. هو المفروض يبقى اللون بتاعه يبقى زي اللي في النص كده في نص الصينيه، فانا كترت الكراميل كده شويه. بس كان هو مش مسكر حاجه، كان طعمه حلو، بس انا بقول لكم ما تكتروش قوي في الكراميل يعني. جبت بقى كده شويه من الكريم شانتيه اللي احنا كنا عاملينه، كنت شايله كده منه معلقتين 3 وحطهم عندي في الكيس دوت. وابتدي ان انا يعني فتحته كده فتحه صغيره جدا علشان اعمل بيه الخطوط ديت. بعمل كده الخطوط بالشكل دوت. تمام، هبتدي بقى بعدين بعد ما اخلصها هجيب كده عصايه الشيش طاووق، وابتدي امشي كده على الخطوط اللي احنا عملناها دي. قسمتها كده من النص الاول. تمام، رحت كده من النص، وبعد كده ابتديت بص انا رايح بس، يعني ما عملتهاش رايح جاي المره دي، انا عملتها رايح بس. تمام، رايح بس كده كلها، وقلبت الصينيه الناحيه التانية وابتديت اعمل راجع بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، علشان تديني كده الشكل مظبوط اكتر والرسمه تكون متوزعه كده اكتر. عملتها الاول رايح، بعد كده لفيت الصينيه وعملتها كده راجع اهي زي ما انتوا شايفين، ادت معايا بقى الشكل الحلو ده. ادي صينيه كده القشطوطه او كيكه الحليب بقت جاهزه كده معانا. تعالوا بقى نعمل كمان الصينيه المدوره. اتعلمت بقى هنا كده من اخطائي ما كترتش بقى الكريمه، حطيت كده شويه صغيرين، قلت يعني احط شويه بشويه لغايه ايه الاول ما عاوز احط تاني، علشان ما احطش الكراميل كده يكون فيها كتير. شويه كده شويه، وابتدي ان انا بالراحه خالص كده بظهر المعلقه اوزع كده عندي على الكريمه بالراحه كده زي ما انتوا شايفين، بوزع كده الكراميل كده بكل سهوله. خلاص كده زي ما انتوا شايفين انا وزعت كده الكراميل من فوق. تمام، هبتدي بقى بقيت برضو الكريمه اللي احنا كنا زينا كده بيها الصينيه التانية، هعمل بيها كده دواير زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، داير كده ما يدور الصينيه علشان دي مدوره يعني، فقلت اعمل بقى فيها الشكل دوت، مش هعمل فيها اللي هي الخطوط التانية. داير ما يدور كده الصينيه، بعمل كده الكريمه بوزعها بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان القشطوطه ديت بتتباع كده في المحلات بره، القطعه منها يعني ب40 جنيه تقريبا او ب45. فانت لو عملتي صينيه واحده بس، لو مش لازم اتنين، لو عملتي صينيه واحده مش هتكلفك كتير كده زي انت هتجيبي. طبعا لما تيجي تجيبي مش هتجيبي قطعه واحده، هتجيبي كذا قطعه ليك انت واسرتك يعني. فتحسبي بقى الكام قطعه اللي انت هتجيبيهم، يعني هتبقى تعملي صينيه واحده مش هيكفي معاكي يعني مثلا قطعتين من اللي انت اشتريتيهم من بره، يعني مش هتكلف معاكي، اقصد قطعتين يعني بتمن بره، وهتعملي صينيه كده كبيره
وتعمل معاكي كده قطع كتير. شفتوا بقى انا عملت ايه الشكل ده؟ انا سبتكم كده مع الشكل وانا بوريه لكم بس. وده كان فيديو النهارده.